السلام عليكم مشاهدينا الكرام. أي طريقة بالنسبة للأخطبوط تقليه أو تشويه أو ديري شلاضة، ضروري ياكل العصا مزيان ويتسلق. بسم الله. من بعد كنديرو المقيله ديالنا تسخن ياك، وكنزيدو نص كاس ديال الزيت مائده، ماشي زيت العود، لان الزيت العود ما يمكنش تسخن لان كتولي تطلق السموم ديالها. كنديرو هاد الزويته بحال هكا بهاد الطريقه هادي. الزيت كنكونوا شدينا واحد البصيله فرمناها بهاد الطريقه، ما نرقوهاش بزاف باش تبقى شويه غليظه. بسم الله على بركه الله. وبالنسبة للناس اللي كيبغيو يقليو ضروري يحيدوا لي ديك الجلدة لأن هي اللي كتبقى قاصحة. المذاق حتى كطيب وكديروا عليها من الفوق بحال هكا باش كتطلق شويه ديال المذاق ديال الزيت، انه طيب بالزيت العاديه. من بعد ما تحمرت لينا البصله على هذا الشكل هذا، حيت هذاك الاخطبوط راه طيب، فهمتي، غادي غير نشحرو. قسمناه على هاد الطريقه هذه باش ما يبقاش لينا كبير. وكنسوطيو مع البصله بحال هكا بهاد الطريقه هذه. راه بغا ديرو حتى في الطاجين ديروه، حنا متوفرش عندنا الطاجين حاليا، قلنا نديرو في الخيرة بحال شهية طيبه. وإلا بغيتو تزيدو مع شوية ديال البطاطا مسلوقة نص سلقة ولا شوية ديال الخيزو مرحبا. كنسوطيو مزيان بالطريقه هذه، وكنديروا ليه هاد العطريه اللي كنحتاجو: خرقوم معرق، شويه البزار، سكينجبير، مليحه، كمون، تحميره، العطريه كامله شويه 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 باش ما يجيش طغى عليه عاوتاني ديك العطريه. كنسوطيو مزيان بهاد الطريقه هذه. تحياتكم طيبه. واللي تفرج في هذا الفيديو يدير ابوني، ما فيها عيب، للمساندة، ودير شي كومونتير يكون زوين. الكومونتيرات ديالكم راه كيهمونا، واللي لاحظ شي حاجه مرحبا. من بعد عاوتاني كنزيدو شويه الحامض غير مزيان، شويه الزيتون، شويه الخزبر الربيع، الثومه ضروريه، هي اللي نسيت ما درتهاش في الاول. كنخلطو هادشي بحال هكا. والحوت راه ما تزيدش فيه الماء نهائيا، غير غطيها بشي غليقه وخليها طيب واحد شويه. هذاك لافاتوار اللي غادي يطلع هو اللي غيرجع عليه الماء. ونترككم الى حين طيب ان شاء الله وحنا معكم. وكنحيدو الغلاقه ديالنا، كنشوفو المقيله ديالنا. يمكن لكم داك الماء اللي تسلق فيه عزيز ما تلوحوش، خلي منه واحد شويه ياك. قدروا ديروا شي شويه منه، شتيه يكون مزيان صافي. هذا هو الطياب ديال العزيز او الاخطبوط ولا البولبو ولا الروطاره، هذا هو الطياب ديالها. وكاين عاوتاني شلاضه، واحد الطريقه فنيه ان شاء الله مره اخرى نديروها لكم في حلقه اخرى. وكاين عاوتاني دير لي بحال هكا تسلقوا وتخلطوا مع شويه هريسه، شويه زيتون مشرمل، شويه زيتون كحل، شويه خيزو، شويه ليش داك الكرومبل، وشويه ديال كرنيشو، وكتاكلوا مع شويه فريت وشويه ديال. اذا الى هنا المقيله ديالنا ها هي طابت، او اللي بغى يقول طاجين ها هو طاب. شهيه طيبه
وتحيه خاصه وخالصه للجمهور ديالنا والاخ الكاميرامان ديالنا الاخ عثمان، الله يجازيكم بخير. تعليقاتكم تهمنا، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله. نمشيو دابا من نبداو ناكلو، غادي نتمطقوا ونشوفوا المذاق كي داير. الى اللقاء. بسم الله. من بعد ما حيدنا الفلفل لا حراره على شي مسلم، بسم الله غادي نشوفوا هذا الخير تبارك الله كي جا. بسم الله. زبده، بسم الله. الله يعطيك الصحة ودازتي مصطفى، الله يعطيك الصحة. بسم الله. معتبرة بالصحة والراحة. المشاهدين سمحوا لنا اللي كتوحم، الحلقة الجاية إن شاء الله نبين لكم كيفاش نديرو وش الغدا.